يا دكتور طبعا حضرتك عارف ان الاجهزه الحيويه واجهزه الجسم كلها سليمه وبقالها 20 سنه شغاله، فما فيش مشكله ان احنا نحاول مره تانية، يمكن نقدر نعمل حاجه ونحقق الامل ان هو يفوق. طب اتفضلي يا دكتوره سما، حققي ورينا. طبعا حضراتكم عارفين ان احنا عرضناه لموجات كهربائيه في مناطق معينه في المخ، فانا دلوقتي بقترح ان احنا هنديله عقار منشط وان شاء الله يجيب نتيجه. بعد 20 سنة يا دكتور؟ دي مجرد تجربه، وارد تنجح وارد لا. اتفضلي ورينا. بسم الله الرحمن الرحيم. تصور جت لحظة صدقتها. عشان ابليس عبد الستار الكف مش هيفوق من الغيبوبه دي يا شادي. ما أنا عارف، أنا قلت يعني ست الدكتورة دي تبين أي أمارة ولا حاجة بدل ما شايفة نفسها علينا كده. التخصص مخ وأعصاب وحالات حرجة، أدي حطتنا كلنا في حالة حرجة. سما مجتهده، راجعه من سنتين بعثه في هارفرد، بس برضه مش باينك وومن يعني عشان تعمل المستحيل. تلاقيها كانت عايزة تعمل لقطة وشهرة وترند زي بتوع اليومين دول، عشان كده جايب الواد اللي بيصورها ده معاها. لا ما افتكرش. دلوقتي في وسائل اسهل بكتير ان انت توصل للشهره اكتر من العلم. بس أنا يا دكتور أسمع إن عبد الستار الكف ده كان داهية، مصيبة. انت تسمع، انا بقى حضرته في عز مجده لحد ما عمل الحادثه دي وراح في غيبوبه والناس نسيته. يلا. يعني عبد الستار الكف ده لو فاق دلوقتي بعد 20 سنة من الغيبوبة، مش ده يعمل لقطة وشهرة وترند؟ ما تزعليش نفسك يا سلمى، انت عملت اللي عليكي. كان نفسي التجربه تنجح ويرجع يعيش حياه طبيعيه. كانت هتبقى نمره حلوه قوي لو كان فاق. هو انت فاكرني جايباك هنا عشان كده؟ لا طبعا انا عارف انك جايبانا عشان اوثق اللحظه العلميه الجميله دي، بس يعني ما يمنعش ان الواحد يطلع له باي سبوبه كده. تصدق انا غلطانه ان جبتك تعمل حاجه مفيده في حياتك بدل ما انت عمال تلف تصور في الافراح. تصور في الافراح؟ طب كتر خيرك يا بنت خالتي. طب ايدك بقى على اتعاب الفرح اللي انا لسه مصورهولك ده. لما اقبض.